الديرة كلها وقفت إلا ترابط الكويتيين وتجسيدهم لملحمة الوفاء والتضحية، ومثل الناس بهذاك الوقت أن الكويت هي بيت واحد يجمعنا كلنا. فقدنا أعزاء من شهداء وأسرى على كلامنا نموت وتحيا الكويت، إلى أن أتت البشرى بتحرير الكويت في فبراير سنة 91. تراكمات المديونيات من مخلفات أزمة المناخ وزادت عليها إسقاط القروض ما بعد الغزو، وأكيد هذا الشيء أرهق جميع الميزانيات والدراسات. بعدها بدأوا الكويتيين العودة إلى الحياة ورد الاهتمام في السوق العقاري وخصوصا العقار السكني، ولكن في تخوف كبير من تكرر المشهد وإعادة التجربة. ما أقدر أقول أن الأسعار نزلت هذاك الوقت، بس اللي أقدر أقوله أن أثر الصدمة شكل خوف عند البعض، وفعلا البعض قرر يبيع بيته ولا بأسعار نازلة، وشاهد السوق بعض البيعات بأسعار تقدر نسبة النزول فيها بنسبة كبيرة. سنة 94 وقف السوق العقاري مرة ثانية نظرا للحشود العراقية على الحدود الكويتية، وحسوا الناس أن كنا الموضوع ما خلص، مع العلم أن الكويت وقعت اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد 7 شهور من الغزو. وبعدها بلش السوق يتحرك مرة ثانية وزاد الطلب على البيوت الجاهزة. ومن القرارات الحكومية بهذاك الوقت أنها زادت القرض الإسكاني من 54,000 إلى 70,000، وكان سبب واضح لزيادة أسعار العقار. وكذلك تثمين بيوت فيلتشن اللي قدرت الحكومة الأسعار ما بين 170 إلى 290,000، وهذا اللي خلاهم ينتقلون للسوق وشروا بمناطق مثل القرين والسرة والشعب والجابرية والعديد من المناطق، ولكن هذه المناطق البارزة. وقبل هذا بنك التسليف والادخار تغير اسمه إلى بنك الائتمان وانشالت منه صفة الادخار. ونظرا للاستجابة السريعة بعد ما نزلت أسعار النفط في سنة 97 توقف البنك عن التمويل. أعتقد بهذا القرار كان من الأفضل أن نتعمق بدراسته قبل لا نتخذه. وبعدها دخلت الشركات الاستثمارية إلى سوق العقار السكني مثل اللي شفناهم في العقيلة وجنوب السرة وغرب مشرف، حتى تصاميم البيوت تغيرت وبدينا نشوف تصاميم جديدة. ولأن السوق كان في جو من الحماس وزيادة التداول، وايد ناس لحقوا على الموجة، وردة الفعل كانت كأي ردة فعل لسوق نشط، وزاد الطلب على العقار السكني واستمر السوق بالارتفاع. أما العقار الاستثماري اللي كانت أسعار البنايات تتراوح ما بين 170 إلى 260,000، وهذه بالمناطق من السالمية وميدان حولي والشعب، وبعد إقرار قانون زيادة نسبة البنيان قمنا نشوف العمارات تغيرت وزادت أسعارها إلى 300 و400 ألف دينار. ودشينا في واقع جديد، أن المستثمرين يدرسون الميزانية على أساس أن 70 إلى 80% على الأرض و20 إلى 30% على المشروع أو البناء، وهذا شيء كان عالميا نادر إلا بالكويت وبعض المناطق البارزة عالميا. يعني من بعد الغزو ساهمت القرارات الحكومية بتغيير شكل السوق العقاري، مع أنها قرارات من شكلها تصب لمصلحة الشعب، ولكن بعد القرارات هذه واللي كذلك ساهمت بعرقلة القضية الإسكانية نزلت نسبة الشراء من السوق الثانوي من كانت في الثمانينات 60% إلى أن وصلت 45%، وبدأ السوق العقاري يلفت الانتباه وتزيد أسعاره تدريجيا مع ضعف القوة الشرائية. انزين، خلينا نتكلم بشغلة. تحركات الحكومة هي من الأمور المهمة لتغيير حركة السوق، فالقوانين اللي تقرها الحكومة لازم تكون مدروسة من جميع النواحي بحيث نتمكن من إصدار أو تحقيق نتيجة تصب في صالح السوق وتعمل لحل المشكلة الإسكانية من جهة أخرى. وما أقصد أن القوانين كانت في صدد ردع ارتفاع السوق، ولكن هم لازم نشوف صبغة تنظيمية من بعد إقرار القوانين. فاللي دائما نتمناه هو وضع الدراسات بنظرة طويلة المدى قبل إقرار القوانين نفسها، حتى نتمكن تراكميا من تحقيق نظام واحد للسوق بشكل عام.